من احب الوصفات لقلوب الاطفال هي الفراخ البانيه. هنعمل لكم النهارده فراخ البانيه بطريقه سهله وبسيطه وان شاء الله تعجبكم. لتتبيله الفراخ البانيه بقى يا جماعه، واسهل تتبيله وما فيهاش اي افتكاسات خالص، هي عندنا طماطميه مبشوره، بصله مفرومه او مبشوره يعني، ملح، فلفل اسمر، عصير ليمونه، بس خلاص. الطماطم مع التفل البصل دي او البصل يعني بميته، عايزه تصفي وتاخدي الميه بس مفيش مشكله، لكن انا بحط الصراحه كله على بعضه. زي ما انتم شايفين كده، وهقلب بقى التتبيله مع الفراخ البانيه. بس يا ريت بس وانتوا بتجيبوا خلي الراجل يقطع لكم الفراخ البانيه تبقى سمكها يعني تخين شويه، ما هوش رفيع، عشان لما تيجي تتقلى ما تنشفش في ايه معانا في القليه. واسيبها على الاقل ساعه في التلاجة تشرب من التتبيله، وبعد كده نعمل لها ايه الكفر بتاعها. اغطيها بس بالاسترتش كده واسيبها ايه في التلاجة. هنبدا بقى نعمل الطبقه الخارجيه بقى للبانيه بتاعنا. الدقيق طبعا هنا هفقش، هي بيضه واحده اللي هفقشها، مش هفقش اكتر من بيضه يا جماعه. وبعصر عليها 10 ليمون عشان الزفاره بتاعتها، وبحط حبه فلفل اسمر وملح، وبحط برده ملح على الدقيق بس مش كتير، وحبه ملح ايه، انا حاطه ده طحنه كورن فليكس، ممكن تحطي بقسماط عادي. وهضرب البيضه بتاعتنا، طبعا كميه البيض ممكن نشوفها صغيره فهنتقلها بايه بقى، ان احنا نحط حبه مستردة. يعني المستردة مش واضحه، نزلت اهي. شفتي تنزلي ليه يا بنتي؟ اصبري استنوا يا جماعه. بس كده خلاص. وعلى فكره المستردة دي كمان في البانيه بتدي طعم مزازه كده حلو قوي. واروح بقى منزله ايه اللبن بتاعنا. كورن فليكس ده بيبقى مسكر فيه سنه تسكيره كده شويه، فانا بروح جايبه ايه كيس فيجيتار واحطه عليه. انا بقى بعمل الحركه دي بقى، ما بعملش اطباق كده، انا بجيب اكياس تلاجة وافردها عشان ما اوسخش مواعين. وابدا بقى شويه بس فلفل اسمر كده هنا، فلفل اسمر هنا كمان، والفراخ بقى بعد ما استريحت ساعه في التلاجة زي ما انتم شايفين كده، هبتدي احطها بقى ايه في الخلطه بتاعتي دي. بس احاول كده انزل من عندها البصل، اخلي ايد للدقيق والحاجات الناشفه وايد التانية للحاجات ايه للسايل، نزل من عليها. اصفيها خالص وانزلها بقى ايه في البقسماط او الكورن فليكس. ابتدي اضغط جامد قوي
دي بقى العيال بيحبوها، الاطفال كلهم بيحبوها، بتبقى عامله ايه زي الحاجات اللي هي المجمده من بره. زي ما انتم شايفين كده. نخلص الكميه بقى ونريحها ساعه في التلاجة. وده بعد ما خلصت الكميه بتاعتنا بقى هحطها تريح في الفريزر نص ساعه او في التلاجة ساعه عشان ما تفكش منها وانا بحمرها. نبدا بقى يا جماعه مرحله تحمير البانيه. نزله في زيت، يكون الزيت مش عميق قوي يعني. لحد بقى ما يتحمر. اتحمر اهو بقى يا جماعه. خد لون حلو ومقرمش. طلعه بقى على مناديل المطبخ عشان يشيل ايه اي زيت. ده شكله بقى بعد ايه، بعد ما طلع. وده شكل الطبق النهائي بتاعنا، وجنبه مكرونه سباكيتي. الفراخ طعمها بجد يا جماعه رهيبه، جربوها تعجبكم ان شاء الله.